السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة وبأسعد حال. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. أذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جددوا إيمانكم بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حبايبي، انا متشكره قوي على كل الناس اللي بتجيني، متشكره قوي على عيلتي اللي بتكبر، متشكره قوي، برحب بكل ناس انضموا لعيلتي. حبايبي، اشكركم على كل تعليق جميل قوي قوي، وهفضل اشكركم العمر كله. حبايبي، النهارده حابه اتكلم عن حاجه. هو احنا ما بنتعظش؟ واحنا ما بنشوفش الزلازل اللي بتحصل؟ مش كلكم إلا من رحم ربي. طبعا أنا طبعا مش يعني مش هاخد الصالح بالطالح، أو الإنسان الكويس، أو التعليقات اللي 90% كويسة بتعليق 1% وحش. بس أنا حابة أقول للوحش القليل ده، معلش، احنا ما بنبصش للزلازل اللي بتحصل. طب احنا ما اتعظناش من زلزال تركيا؟ طب احنا ما اتعظناش من زلزال المغرب؟ مش بيحصل؟ ما بنتعظ من إعصار ليبيا اللي دمر عاصمة بحالها، عاصمة درنا؟ هو ليه ما بنتعظ؟ هو احنا ليه مش حاطين؟ استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب. ليه ما بتخافوش ربنا؟ ليه ما بتتقوش ربنا؟ واحدة جاية برضو تقول لي انت مأجورة. يعني انا مش حاطة محتواي هناء، انا مش بتكلم. انا هناء بالظبط عاملة عنها حوالي 5 6 فيديوهات، اغلبية فيديوهات انا مش عاملاها محتواي هناء. انا مش بقعد انا ما بحبش اتكلم على حد خالص، ضد النقد، ضد ان أنا انتقد اي حد. انا ما بحب اتكلم، بتكلم على حاجة وجهة نظر. حاشا لله ان انتقد حد، حاشا لله، حاشا لله. الانتقاد ده، ما فيش حد افضل من حد ولا حد احسن من حد. محدش احسن من حد. احنا بنطلع بنتكلم بنقول وجهة نظر، ده عن رأيي. انا انسانة زي انسانة تانية، عمري ما اكون احسن من حد. احنا كلنا سواسية كأسنان المشط، سواسية كأسنان المشط. احنا ما فيش حد افضل من شيء. احنا لما بنيجي نطلع ننتقد حد، احنا بنقول وجهة نظر. الا بقى اللي بيروحوا بيطلعوا ينتقدوا وبيتكلموا بطريقة سخرية، بطريقة مش حلوة. يعني ما بعتبروش نقد. معلش، انا من غير اسامي ما بحبش اتكلم عن اسامي. وجهة نظر حلوة، نصيحة حلوة، وجهة نظر حلوة. لكن حتى لو وجهة نظري فيها خطأ، اهلا وسهلا على راسي. مين بيكلمني بطريقة كويسة مؤدبة محترمة؟ يا حبيبتي، انا يا ست الكل اللي بتقولي لي انت مأجورة، انا مش مأجورة يا حبيبتي. انا مش عاملة محتوى هناء، مش بقعد اتكلم على الكنبة بالساعات واعمل لايفات بالساعات عشان اتكلم عن حد واحد بس، ومقطعة في فروته، مقطعة فيه. ده انا لغاية ان انا بقطع في يعني استغفر الله العظيم يا رب، بنتكلم على البني ادم. يا ريت ان احنا بنتكلم على تصرف ليه. احنا طالعين بنتكلم عن خلقته، خلقة ربنا. دي خلقة ربنا. ربنا ما بيجيبش ولا بيخلق حاجة وحشة. مش صوابع طويلة والخلفية كبيرة و مش عايزة، أنا ما بحبش أتكلم الكلام دوت. ما بحبش أتكلم دوت. وياخد اللي يرد على ماله. خلقة ربنا، خلقة ربنا، ومش هتكلم على الموضوع دوت. مش هتكلم. يا ست الكل اللي بتقولي لي مأجورة بكام؟ يا حبيبتي، انا مش عايزه اقول لك، ومش حابه اتكلم عن نفسي ولا اتكلم عن اي حاجه. انا عامله القناه، مش هكدب عليكي، مصدر رزق، مش عيب. وطلعاها باجتهادي والله العظيم. ومحدش اداني، والله هناء ما ادتني مليم واحد. وعلى ما اقول شهيد والله العظيم، انا ما اخدت منك جنيه يا هناء. لو انا مأجوره حبيبتي، فين المشاهدات؟ فين الألف مشترك؟ والله العظيم أي حاجة بعملها بمجهودي، ولا أتقاضى منها شيء هناء.
عيب، ما يصحش كده الكلام. اتقي الله في كلامك، اتقي الله في كلامك، اتقي الله في كلامك. وما بحبش انا اقول الفاظ قذرة ولا بتكلم شتيمة او بغلط في حد. انا ما بحبش اغلط حبيبتي. انا ما فيش داعي للكلام، ما فيش داعي للكلام. مش عايزة اتكلم عشان ما حدش يقول لي انت طالعة تتسولي. انا ما بتسولش. مش عايزة اقول انا يعني في ايه. انا ما بتسولش. انا ما كل اللي طالعه انا بعمل القناه بمجهودي من غير ما اشتم حد ولا اتكلم في حد. وجهه نظري بقولها، نصيحه بقولها، بقول معلومه بقولها، بقول على قصص نجاح وفشل بقولها. لكن انا ما بطلعش اتكلم. وانت يا مش هاخد الحابل بالنابل. ويعني محترمين، معظم الناس اللي عندي محترمين محترمين محترمين، والتعليقات محترمين جدا جدا. يعني التعليق واحد بس او اتنين او تلاتة اللي بيجوا هم اللي قالوا كده. طبعا انا مش هاخد التلات تعليقات بكذا تعليق جالي من ناس كويسة محترمة، وبشكرهم وحطهم على راسي من فوق والله العظيم. بس اتقي الله في كلامك، اتقي الله في كلامك. انا يعلم بيا ربنا. وما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.